27 من نوفمبر 2024 صحينا على خبر غير كل التوقعات. المعارضة السورية بقيادة أبو محمد الجولاني نفذت عملية ضخمة ضد الجيش السوري وسيطرت على مدينة حلب، وكل الأنظار اتجهت نحو اسم واحد: أبو محمد الجولاني. في لحظة واحدة تحول من مجرد قائد فصيل مجهول إلى شخصية بارزة في الساحة السورية. لكن السؤال هنا: مين هو الجولاني؟ وكيف قدر يوحد أكثر من 25 فصيل معارض تحت راية واحدة؟ ولماذا عرضت أمريكا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لأي شخص يقدم معلومات عنه؟ النهاردة هنجاوب على كل الأسئلة دي وأكثر. هنكشف لك رحلة حياة أبو محمد الجولاني من بدايته البسيطة لحد ما أصبح واحد من أهم القادة في سوريا، وهنعرف إزاي قدر يغير مجرى الأحداث ويقلب كل التوقعات. مستعد؟ يلا بينا. الجولاني، الاسم اللي أصبح شبحا يطارد كل الأضواء، هو في الحقيقة أحمد حسين الشرع، أو في بعض المصادر أسامة العبسي، لكن اسمه الشائع بين الناس هو الجولاني، نسبة لمنطقة الجولان اللي هو أصلا منها، وتحديدا من قرية جبين في مدينة القنيطرة السورية. اتولد سنة 1982 في الرياض، ورغم أنه عايش في السعودية إلا أنه تربى في دمشق بعدما رجع مع عائلته سنة 1989. وفي دمشق بدأ يتأثر بالبيئة اللي حواليه. الجولاني دخل كلية الطب، لكن في السنة الثالثة قرر يغير مسار حياته تماما. بدل ما يكون طالب مجتهد بدأ يهمل دراسته ويتجه لاهتمامات تانية. في حي المزة كان فيه مسجد شهير اسمه مسجد الشافعي، ده كان مركز تجمع لعدد من الشخصيات الإسلامية البارزة مثل خالد مشعل رئيس حركة حماس السابق. ومن هنا بدأت تتشكل فكرة الجولاني عن الجهاد والنضال، وبدأت تتبلور في ذهنه فكرة مواجهة الظلم والاستبداد. في عام 2000 وبعد الانتفاضة الفلسطينية بدأ الجولاني يطلق لحيته ويتوجه إلى الجهاد بشكل جاد. في الوقت ده كان بيحضر خطب من أبرز شيوخ الجهاد، وعلى رأسهم أبو الأعقاع السوري اللي كان دائما يحث على الجهاد ضد الاحتلال الأمريكي في العراق. ومع بداية غزو العراق في 2003 قرر الجولاني يسافر ويشارك في القتال هناك لينضم لجماعة سرايا المجاهدين التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة. وتحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي بدأ الجولاني يرتقي في سلم القيادة. إزاي تحول الجولاني من مجرد مقاتل صغير إلى قائد فصيل كبير؟ في عام 2006 تم اغتيال الزرقاوي، وفي نفس الوقت تم اعتقال الجولاني في سجن بوكا من قبل القوات الأمريكية. هناك اتعرفوا على العديد من المجاهدين وتكونت صداقات مهمة شكلت فيما بعد مسار حياته السياسية. وفي 2008 بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية داعش ليصبح عضوا بارزا في أكبر تنظيم إرهابي دولي. لكن في 2011 وبعد اندلاع الثورة السورية بدأ الجولاني يرى نفسه